اي حد هيجي دبي خلال 5 سنين جايين عندك فرصه كبيره جدا تبقى مليونير. وده مش اي كلام، دي حقيقه. انسى بقى اوروبا والحلم الامريكي، الضرايب والمشاكل هناك ما بتخلصش. اما بقى دبي، ضرايب على الدخل زيرو، وضريبه الشركات 9 وتعتبر من الاقل في العالم. امن وامان، سيب عربيتك وفلوسك في الشارع وامشي، محدش حتى هيبص لها. انا اعرف ناس ما بيقفلوش باب شقتهم وهم مسافرين، مطمنين على بيتهم، على اهلهم، على حياتهم، ودي عندي ما بتتقدرش بكنوز العالم. بنيه تحتيه، طرق، مدارس، مستشفيات من الافضل على مستوى العالم. والحكومه عندها رؤيه 2040، خطه واضحه واليه تنفيذ مبنيه على الرياده والتكنولوجيا. كل العوامل دي هتضاعف عدد السكان وهتزيد متوسط دخل الفرد وهتفتح فرص ملهاش اول من اخر. انا جيت دبي في 2019 وكان معايا بس 1000 درهم وعليا ديون في مصر قد كده، والحمد لله بعد تعب سنين بقى عندي بدل الشركه 2 واستثمارات عقاريه هنا وفي مصر، وشغالين على افكار ستارت اب جديده. وعندي ايمان ان مفيش مدينه في العالم فيها البيئه اللي تقدر توصلك بكل سهوله زي دبي لو عندك ايمان بنفسك واصرار. الفرص في دبي بتتجدد كل يوم، اتاكد انك متابعني لان هخليك تشوف دبي بعين المستثمر. ولو بتفكر تنقل حياتك لدبي ومحتاج اي استشاره، ارقامي موجوده في البايو. شكرا.